أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. وقد وفاته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر 2025 من عمر وناهز 82 عاما بعد معاناة مع أزمة صحية. ويعد الشيخ واحدا من أبرز علماء الأمة الإسلامية، حيث تولى منصب المفتي العام منذ سنة 1999 خلفا للشيخ ابن باز، واستمر في منصبه حتى رحيله. وولد الشيخ في مكة المكرمة عام 1943، ونشأ في بيئة علمية ودينية، وتدرج في عدد من المناصب المؤثرة، من بينها رئاسته للجنة الدائمة للإفتاء ورئاسته لهيئة كبار العلماء. كما اشتهر بخطبة في يوم عرفة التي وصل إلقائها لأكثر من 30 عامًا. وقد ترك الشيخ عبد العزيز آل شيخ إرثًا علميًا ودينيًا واسعًا، وكان له دورًا بارزًا في خدمة الدين ونشر العلم الشرعي، مما جعله أحد الرموز البارزين في العالم الإسلامي. رحمه الله وجعل مثواه الجنة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.